عارف ابتدي لكم الموضوع من فين. انا عندي خبر صعب جدا 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 يا شباب. حبيت اشاركه معاكم النهارده. للاسف يعني كنت متردد ان انا اقول لكم الخبر ده يعني بس قلت حبيت ان انا اشاركه معاكم يعني. للاسف اكتشفت اني مريض بمرض نادر جدا جدا. اكتشفت اني مريض بمرض نادر جدا والموضوع كان مخلي حياتي صعبة جدا فوق ما تتخيلوا. المرض ده مش عارفين الأطباء يعالجوه بأي طريقة. رحت لأطباء كتير ومفيش فايدة. محدش عارف يلاقي أصلا للمرض بتاعي يعني إنه يعني في أطباء كتير شخصوا المرض بتاعي وقالوا للأسف ملوش علاج. وأنا شخصيا كنت فاكر إن حياتي هتتغير تماما، وكنت قاعد بفكر في السفر لبره يعني بكل الطرق علشان اقدر اعالج المرض اللي عندي باي شكل من الاشكال. ومش عارف هقدر اكمل ولا لا. والضغط النفسي اللي انا فيه كان رهيب جدا جدا بجد. لكن خلاص بعد فترة من البحث والعلاج اكتشفت انه كل ده ما كانش حقيقي. اوعوا تكونوا صدقتوا يا شباب. انا مش مريض انا مش مريض بمرض نادر ولا حاجه، وكل ده كان كان كدبة ابريل. مفيش حاجه من اللي انا قلتها والله العظيم كان الصح. انا تمام وكويس اهو قدامكم، كويس جدا كمان. خليكم دايما فاكرين ان في يوم زي ده كل حاجه ممكن تكون كدبه، فحافظوا على نفسكم وافتكروا دايما ان كل كدبة ابريل وانتوا بخير. لو شربت الخبر بقى واتخضيت عليا اكتب لي تحت في الكومنتس. ولو كنت مصدق ان كدبة ابريل جايه فاحب اقول لك كل كدبة ابريل وانت بخير. اكتب لي تحت في الكومنتس ان انت صدقت الموضوع، ولا كنت صدقت الموضوع في الاول، ولا كنت متوقع ان كدبة ابريل جايه وانا كنت بضحك عليك. اكتب لي تحت في الكومنتس.